الأزمنة القديمة يقولون أن باكو أذربيجان هي دولة النار. جبل النار أو يسمى ينار دار عبارة عن نار مشتعلة من حوالي 4000 سنة ما انطفت رغم الأمطار والثلوج في المنطقة، وما لها تفسير حقيقي إلى الآن. كل سنة وانتم طيبين ومرحبا بك أخي مصعب في مدينة باكو الجميلة، وسعيدين جدا بالتواصل معك في هذه المدينة الطيبة. يعني تحية خاصة أيضا سنة وانتم طيبين، وبرضو إن شاء الله ربنا يفتح الخير على السودان، استدامة السلام والتوافق السياسي. انت ليك كم سنه اصلا في البلد دي؟ والله تقريبا من 85 32 سنه. 32 سنه. جيت طالب لمنحه؟ جيت طالب نعم. وقعدت القعده لها اليوم الليله؟ والله هو قعدنا. والله سؤالك ده يعني أنا بعتبره جميل جدا، لأنه أنا أصلا في باكستان. بوطنيتنا لأنه ما في دولة سفارتها متابعة وفدها طوال المؤتمر مثل السفارة السودانية. كل الشعب والأمة السودانية بارك عليهم جميعا إن شاء الله. أذربيجان يجمعنا بها تاريخ، يجمعنا بها الكثير من يعني الإرث العقائدي، الإرث الديني. من أذربيجان في عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
تحية لكم مشاهدينا الكرام عبر الفضائية السودانية في سلام من أذربيجان. نحييكم من العاصمة باكو بصفة خاصة في هذا في شارع جعفر خان في وسط العاصمة باكو. نحن الآن أمام سفارة جمهورية السودان في مدينة باكو حاضرة أذربيجان. بسم الله نبدأ زيارتنا لهذه السفارة. يستقبلنا سعادة السفير الدكتور محمد البلة نائب رئيس البعثة السودانية المعتمدة هنا لدى العاصمة باكو. مرحبا بكم. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في سلام من أذربيجان في العاصمة باكو. سعيدين بأنه نلتقي مع سعادة السفير في أذربيجان. مرحبا بك سعادة السفير وكل عام وانتم بألف خير وسعيدين بهذا الترحاب وهذا الاستقبال الجميل يعني. كل سنة وانت طيب أخوي مصعب، ونحييك ونحيي كل الإخوة في تلفزيون السودان القومي، ونحيي الشعب السوداني بهذه المناسبة وهذه الزيارة السعيدة إلى سفارة جمهورية السودان بباكو أذربيجان. نحن سعيدين بكم علم السودان الجميل يرفرف الآن في باحة الحي العريق من المباني الرائعة والمباني الدبلوماسية. نحن وين الآن سعادة السفير بالضبط في باكو؟ نحن الآن في مدينة اسطنبول سيتي، وهو هذا الشارع الرئيسي بتاع جعفر خندان ستريت. نعم. تطل عليه السفارة. السفارة هذه من أجمل البنايات في هذا الحي يعني. نعم. نعم. بحكم العلاقة بتاعت الأتراك مع أذربيجان يعني. نعم علاقة قديمة. مبنى ده أنا شايف مبنى جميل ومزين بالأشجار الجميلة. طابقين تقريبا او اكثر بطريقه فنانه جدا. والله حقيقه هو المبنى ده جميل جدا من ناحيه الديكور، من ناحيه الديزاين، وكل الازاريين يعني الناس اللي عندهم فيلل كبيره بيعملوا فيلل زي دي، وبيعملوا تحت فيها بيزمنت وفيها تحت مخزن في الطابق الارضي الثاني تحت. وفيها حوض سباحه وفيها جيم وفيها كثير من ادوات الترفيه وادوات العمل يعني. ما شاء الله. حنزور وين داخل السفارة؟ حنبدأ زيارتنا للسفارة بصحبة الأخ مصعب إلى السيد السفير محمد الياس الحاج، وحنزور السكرتيرة وهو المدير الإداري للسفارة والأخ القنصل العام. نعم. وأخونا الأستاذ بدر الدين ومساعد الملحق الإداري. نعم. بسم الله نبدأ. بسم الله. مرحبا بكم مشاهدينا، تفضلوا معنا. تفضل. الله يديك العافية. في سفارة السودان بباكو. مرحبا بك سعادة السفير. أذربيجان ونرحب بك يعني فرصة طيبة. يديك العافية. نلتقي بكم إن شاء الله. تحية لك مرة ثانية سعادة السفير دكتور محمد البلة. نحن الآن في السفارة. نعم. أيوه. ونحن الآن في المدخل الرئيسي البحث أو في الاستقبال أو الاستعلامات أو في يسمى الريسبشن يعني بتلقي الضيوف السودانيين وكلهم بيجوا ينطلقوا إلى كل الإدارات. نعم. نعم. نتفضل الآن على مكتب السيد السفير. ندخل على مكتب السيد السفير. بسم الله. الآن إلى مكتب السيد السفير. بسم الله نبدأ. تفضلوا. نحن الآن داخلين على مكتب السيد السفير. الأخ مصعب بمقابلة السيد السفير. السلام عليكم. مكتبه كل عام وانتم بألف خير سعادة السفير. إن شاء الله خير. كل سنة طيب. يديك الصحة والعافية. يلا بيك. كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله. الله يديك العافية. الله يديك العافية. كل سنة طيب وكل عام بخير. سعيدين بزيارتكم في أذربيجان في باكو يعني. شكرا لك. الله يديك العافية. تسلم إن شاء الله. مبادرة وعلى الله يديك العافية. مشاركتنا يعني. تسلم. يديك العافية. تسلم. تفضل سعد. يديك العافية. كل عام وانتم بألف خير وكل سنة طيبين. نحن سعيدين بأنه الآن في زيارة سعادة سفير السودان لدى أذربيجان،
في زيارته في مكتبه العامر في السفارة في وسط العاصمة باكو. سعادة السفير محمد الياس محمد الحاج، سعيدين بوجودك معنا في العيد السعيد. كل عام وانتم بألف خير، كل سنة طيب، والتحية لك ولكل الزملاء في السفارة وللجالية السودانية في أذربيجان. وانت بخير ان شاء الله، واهلنا الطيبين بكل خير، ونسأل الله لبلدنا يعني مزيد من التقدم والاستقرار والازدهار ان شاء الله. سفير ليك كم سنة في البلد دي؟ الحمد لله أنا قضيت 4 سنوات بالتمام، والآن يعني أحزم أمري وأمتعتي إن شاء الله موادرا إلى السودان إن شاء الله لموقع جديد في وزارة الخارجية. إن شاء الله لك التوفيق. خلينا المعايدة اليوم في العيد السعيد معك في باكو نتعرف على تاريخ العلاقات السودانية الأذرية وبداية التمثيل الدبلوماسي. العلاقات السودانية الأذرية بدأت مبكرا بعد أن نالت أذربيجان استقلالها عقب يعني استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، وكنا من أوائل الدول التي أذربيجان كدولة مستقلة، وتبادلنا الاعتراف الدبلوماسي معها في يوليو 1992. ونحن كنا سباقين كدول، خاصة يعني من الدول، حتى سبقنا العديد من الدول الإقليمية ذات المعنية تماما. وتبادل السيد رئيس الجمهورية مؤخرا مع رئيس أذربيجان يعني التهاني بمناسبة إقامة العلاقات أو مرور 25 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. افتتحت السفارة حقيقة في عام 92، استمرت أو 7 سنوات. تم قفلها وثم أعيد افتتاحها عام، فكنت أول سفير يعيد فتح السفارة. نعم، أنت أول سفير للسودان في أذربيجان بعد إعادة فتح السفارة في العام 2013. هذه يعني أذكر بالإخوة يعني بكل الخير والإعزاز، الإخوة الذين سبقوني وعلى رأسهم أول سفير هو السفير حسن بشير عبد الوهاب. نعم، تحية للسادة السفراء في وزارة الخارجية، ونترحم على من مضوا من دنيانا الفانية. سعادة السفير، من خلال زيارتنا لأذربيجان تعرفنا من خلال لقانا بك في السفارة حتى قبل هذا التصوير يعني علاقات وثيقة على المستوى الرسمي أذربيجان دولة إسلامية يجمعنا بها تاريخ، يجمعنا بها الكثير من يعني الإرث في مشتركات سياسية، في إمكانيات وقتها يعني لتعاون اقتصادي، تعاون فني، عندها تجربتها الخاصة وعندنا تجاربنا الخاصة وعندنا مشتركاتنا، فكان طبيعيا أن نبادر للاعتراف بأذربيجان وإقامة علاقات دبلوماسية. حقيقة بعد أن يعني اقتربنا من أذربيجان واقتربت منا واطلعنا عليها واطلعت علينا، هو لجأنا تسهيل الدبلوماسية. في البداية يعني أذربيجان شكلت لنا رصيد سياسي حقيقة، ونحن شكلنا أيضا دولية. فكانت يعني أذربيجان بالنسبة لنا جسر
وكنا بالنسبة وما زلنا طبعا بالنسبة لأذربيجان جسر نحو أفريقيا، نحو العالم العربي ونحو دول أخرى. نحن نقترب أو قد نقترب أكثر أو نبتعد أكثر هنا وهناك. فهنالك مصالح متبادلة يعني. في سفارة للسودان في أذربيجان، ما وجود الأذربيجاني في العاصمة الخرطوم؟ حتى الآن الوجود الدبلوماسي الأزري يقتصر على تمثيل غير مقيم من لهم سفير، ومن وقت للآخر يعني هو بزور السودان وبيلتقي بكبار المسؤولين وبيتابع حالة العلاقة من جانبه. وهم الآن أبلغوا بصورة شبه رسمية ما أقدر هنا أنه بنهاية هذا العام سيتم افتتاح سفارة أذربيجان السودان أو الخرطوم. وماذا عن القنصل الفخري الموجود الآن؟ هم الآن وافقوا على قنصل فخري طارق حمزة وكقنصل فخري، وطلع قرار رئاسي بذلك. والأخ طارق يعني أعتقد قادر على بالتأكيد، وهو لا يعني عدم التفكير في تمثيل دبلوماسي مقيم يعني. تحية مرة ثانية للأخ لأذربيجان في السودان، وهو برضه بيلعب دور في مجال الدبلوماسية الشعبية وكمان خطوات نحو الدبلوماسية الرسمية. على ذكر السفير غير المقيم، سعادة السفير أنت أيضا سفير غير مقيم لعدد من الدول المجاورة، مقيم في أذربيجان وغير مقيم في عدد مجاورة تمثل السودان. نعم، أنا سفير غير مقيم في طاجكستان وتركمانستان وباكستان وقرقيزيا، وهي مجموعة الدول الإسلامية في آسيا الوسطى، الدول المستقلة حديثا تعرف بالدول المستقلة، وهي دول تجمعنا بها مشتركات متعددة. وكان هنالك حقيقة فراغ في المنطقة دي، وهذه واحدة من يعني أنا أقدر أقول مما تحقق من عمل خلال ال4 سنوات الماضية، أننا قد ملأنا الفراغ اللي كان حاصل في منطقة تمتد من تركيا من حدود روسيا هنا إلى حدود إيران. فهذه منطقة شاسعة وهي تشكل لنا رصيد هائل، تحديدا على الأقل في هذا الوقت تشكل لنا رصيد هائل. هذه النقطة تودنا الحديث عن رؤيتك لمستقبل هذه العلاقات بين السودان وأذربيجان بصفة خاصة بالإضافة للدموع. نعم، كما أسلفت يعني الوجود الدبلوماسي السوداني ملأ فراغ واسع أو فجوة واسعة في علاقة، أنا بعتقد في علاقاتنا الخارجية. وفي بعض الأماكن الأخرى أيضا نعمل على سد هذا وعلى سد مثل هذه الفراغات، وقد تم فعلا اعتماد خط تمثيل غير مقيم بحيث أنه يتم توسيع التمثيل الدبلوماسي بأقل تكلفة مالية ممكنة، وهذا ما تم حقيقة. حتى في غياب مجلس الأمن في عضويته غير الدائمة كانت تتبنى مواقف السودان بصورة كاملة
البداية موقفنا حول القضايا الخارجية الأذربيجانية كان واضحا. نعم. فكان الالتقاء كبير يعني. طبعا ده في الجانب السياسي، ده شوف الجانب كمان الاقتصادي. نعم. ما قصدت بالتركيز على الجانب السياسي أنه خلق مواديا، وقد بدأنا في عملية استطلاع شامل وكامل لإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتحديدا كان وصلنا السيد وقتها مساعد رئيس الجمهورية دكتور نافع علي نافع، وزير الدولة للمالية، وحتى أذكر بروفيسور إبراهيم غدور وزير الخارجية الحالي، عدد من الوزراء، ثم وزير الخارجية السابق مولانا علي كرتي. فكل هذه الزيارات كانت تدور حول استطلاع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع أذربيجان. إن شاء الله موفقين مرة ثانية سعادة السفير. حقيقة أشكرك في ختام هذه الزيارة العامر في باكو. شكرا مرة ثانية على حسن الاستقبال. من لكم دائما التوفيق إن شاء الله والسداد من أجل تمثيل أفضل للسودان ورفع علم السودان في كل المحافل، لا سيما مع الدول الصديقة والشقيقة. أشكرك على هذه الأيام السعيدة، وعيد سعيد بيننا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أنت والأسرة الكريمة في حوار آخر غير رسمي نتعرف على تجربتك الخاصة مجال العمل الدبلوماسي التي تجاوز 36 عام جبت فيها في كثير من دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأنت تمثل السودان وتفخر بهذا التمثيل. شكرا مرة ثانية لسعادة السفير محمد الياس محمد الحاج سفير السودان بأذربيجان. كنا معه في هذه المحطة في مكتبه العامر في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في سلام من أذربيجان، ونواصل جولتنا داخل السفارة ونعيد ونسلم على باقي الزملاء مع سعادة السفير الدكتور محمد. مشيت بنغازي وأسوان والقاهرة. ما شاء الله. والآن جيت إلى أذربيجان. أذربيجان نعم. كيف البلد اللي لقيتها أذربيجان؟ والله أنا لسه حديثة فيها يعني. ده أول عيد لك مع والله كويس الناس. الحمد لله. دي فرصة تعيد على الأهل والزملاء في الخارجية. بحيي كل الشعب السوداني، بحيي أهلي جميعا في الحلفاية، وبحيي الزملاء في وزارة الخارجية عموما. نعم. مرحبا. تمام. أستاذ هدى، مما لمسته في الشعب الأذري يعني بداياتك الآن وأنت موجودة لسه ما كملتي السنة الأولى، شنو الملاحظات اللي لمستها في هذا الشعب؟ والله حتى الآن يعني ناس بيتعاملوا، وإن كان الزول ما قادر يفهم اللغة بتاعتهم كده شوي بيتعاملوا مع الناس يعني. ناس نعم. تمام. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مهمتك وبحثك هنا في باكو إن شاء الله، ونشوفك دائما في تقدم من مكان إلى مكان أفضل إن شاء الله. الله يخليك. تسلم. مرحبا بك. لا شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعادة السفير دكتور حمد البلة. شكرا للأستاذ هدى. وحنشوف وين ثاني من هنا. من القنصل العام أخونا أبو القاسم. نحن الآن من مكتب الأستاذ حضر قائمة بأعمال الملحق المالي. نعم. بتمثل مدير مالي للسفارة يعني. نعم. المحاسب. ومتوجهين إلى مكتب السيد القنصل المستشار عمر قائم بأعمال القنصلي كله. ما شاء الله. السيد القنصل المستشار ابو القاسم عمر ضيف الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير، يديك الصحه والعافيه، كيف اخبارك؟ كل عام والعافيه. نحن مكتب القنصل العام للسودان في اذربيجان في باكو، سيد المستشار ابو القاسم عمر ضيف الله، مرحبا بك، كل عام وانتم بالف خير. الصحه والسلامه وربنا يحقق الامانه ان شاء الله، ويعيد هذا العيد على جميع الامه الاسلاميه وعلى الشعب السوداني. ان شاء الله. مرحبا بك سيد ابو القاسم، سعيدين بانه نستمع لصوتك ونقابلك الليله في باكو. يعني
لما نقول قنصل معناه بنتكلم عن زيارات، عن تاشيرات، يعني ده في الجانب الثاني بنتكلم عن جوازات بالنسبه للسودانيين الموجودين هنا في الجاليه وكذا. فناخذ الجانب الاول الناس الاثريين اللي بيزوروا السودان كيف الترتيب اليوم بيتم. ابتداء من إصدار التأشيرات للمواطنين الأذربيجانيين وبعض المواطنين الأجانب لزيارة، وأيضا يعني الجوانب القنصلية المتعلقة بأفراد الجالية المقيمة بأذربيجان. والحمد لله يعني حتى الآن منتظم موفقة. وكما نذكر ايضا يعني الطلاب السودانيين الذين يدرسون بباكو، نعم، يعني لا توجد لديهم يعني مشاكل كبيره الحمد لله. ونذكر من جهه اخرى يعني التعبير الطلبات التي يعني تاتي من السفاره. ممتاز ممتاز، ان شاء الله موفقين دائما. كيف الرقم الوطني والجواز الالكتروني بالنسبه لناس الجاليه هنا والدول المجاوره برضه؟ طبعا بالنسبه للجواز الالكتروني والرقم الوطني ففيها طبعا في بعض الاجراءات الفنيه تنتظر بعثه يعني اللي تاتي من السودان. ومن جهه اخرى ايضا يعني الجاليه السودانيه المقيمه يعني في جنوب القوقاز وفي اسيا الوسطى يعني ليست بالحجم الكبير. نعم. فربما يكون هذا هو السبب. سعيدة سيد ابو القاسم. والله دي يعني فرصة يعني سعيدة جدا بالنسبة لي أنا، إنه يعني أنقل يعني تحياتي والتهاني بمناسبة الأضحى المبارك للأسرة الكريمة بالسودان، أخص يعني والأخوان والأخوات والخالات والعمات يعني. نعم. يعني الأهل جميعا بدون فرس. نعم. تحية لهم مرة ثانية سيد أبو القاسم عمر ضيف الله قنصل السودان. سفير ما بقى لنا نزورك في مكتبك ندردش معك شوية عن جانب الجالية وعن جانب التعاون الثقافي كمان بصفة خاصة. بكم إن شاء الله وزيارة طيبة. دكتور محمد أبله في مكتب ونعمل معايدة سريعة مع بدر الدين ومع بعض الإخوة الأذريين الشغالين كمان في السفارة. سلام عليك. مدير من شؤون السفارة والإدارة والعلاقات الثقافية إذا مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في سلام من أذربيجان مع سعادة السفير دكتور محمد البلة نائب البحثة هنا في باكو. الملف طبعا العلاقات الثقافية من أكثر العلاقات اللي هي نشطة جدا بين السودان وأذربيجان. نعم. وكل الجامعات والمراكز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية والجامعة الدبلوماسية وكنا بنقدم فيها في جامعة السودان، جامعة أفريقيا العالمية أيضا. ممتاز. للدراسات للغة العربية دراسة واحدة. وبالمقابل هم ادونا بعض المنح ولكن لم تستطع الوزارة في السودان، وزارة التعليم العالي ده شكل من اشكال التعاون. ثم ماذا بعد ايضا؟ ثم ماذا بعد ذلك هي الرياضيه الثقافيه، المناشطه الثقافيه.
السودان أبرز جهد كبير جدا في كل الاحتفالات اللي هي بتدون فيها مقعد متقدم جدا. البترول في السودان، الجغرافيا، السياسية، التعداد، كل البروفايل بتاع السودان بنعرضه بشكل صور وشكل فيديوهات. حتة متميزة جدا عادة في المناطق اللي بيعرضوا فيها هذه المعروضات. ممتاز. عرفنا انه برضه فيه مشاركة أذربيجان منطقة هي من ضمن منظومة الجوجاز هنا، والمنظومة بتاعت أوراق نشطة جدا وعايزة تكسب العالم كله، وبتنشئ وبتستقبل كل المناشط العالمية اللي هي المؤتمر الإنساني الدولي، 4 مؤتمرات الاجتياز جدا من السودان، مؤتمر الأحزاب الأفريقية بالنسبة للمرأة وبالنسبة للأحزاب عامة يعني. فكلها كان فيها مشاركات من وزراء ومن مساعد رئيس جمهورية وإلى آخره. نعم. في إطار التعاون الثقافي أنت أشرت أنك بتقدم بعض المحاضرات وليك برضه بعض المؤلفات سعادة السفير الدكتور محمد البلار. برغب أنه أكون في الحقل الأكاديمي من السودان يعني. بقدم محاضرات في الجامعات وفي المراكز البحثية ومراكز نعم وكذا يعني. وانتجت كتاب اصدرت النسخة العدد الأول منه عن مناهج البحث العلمي، وكان هذا لأنه كان في المدارس المفروض يتوجب أن يكون فيها جرعة بسيطة جدا من كيف الطالب يعمل بحث علمي. نعم. نحن نحييك مرة ثانية ونشكرك، ونتمنى انه يعني نتواصل معك في لقاءات اخرى ونتعرف اكثر عن أنشطتكم في السفارة السودانية في باكو. وانت شكرا لك المعايدة للقنصلية الفخرية هنالك في الخرطوم، او الطلاب والأذريين الموجودين هناك في الخرطوم، او السودانيين الموجودين معكم في أذربيجان. نعم، انا بقول كل سنة وانتم طيبين. اولا للشعب السوداني الصابر الصامد تحية طيبة كبيرة، وعيد السوداني الذي وصل الجوجاز وأوراسيا هنا وقدر يعني ينتشر بحكم العمل الجيد والعمل المثابر. كل اخواننا بنحيي الوزارات وبنحيي وزارة الخارجية على التحديد، وكل الكادر العامل والزملاء في الوزارة، وعلى راسهم مشاهدينا في سلام من أذربيجان بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير. اسم بدر الدين يحيى آدم. هذا المدير الإداري، وهني كل الشعب السوداني بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل الزملاء بوزارة الخارجية كلهم كل عام وأنتم بخير. ربنا يحقق الأمان إن شاء الله. رحب بشعب السودان وسفارة السودان هنا في أذربيجان. أتيت إلى جبل النار أيضا. من الأزمنة القديمة يقولون أن باكو أذربيجان هي دولة النار. الأمطار والثلوج في المنطقة وما لها تفسير حقيقي إلى الآن. كل سنة وانتم طيبين، ومرحبا بك أخي مصعب في مدينة باكو الجميلة،
وسعيدين جدا بالتواصل معك في هذه المدينة الطيبة يعني. تحية خاصة أيضا سوداني جد سلام عليك لو شفته مرة تحس بيه. انت ليك كم سنه اصلا في البلد دي؟ 86 32 سنه 32 سنه.